تعمل ايه عشان تحمي نفسك من الوفاة بسبب عضة قطة؟ القطط الجميلة واللي شكلها كيوت جدا للأسف عضتها ممكن تسبب الوفاة. بشكل عام عضة القطة مش بتسبب الوفاة بشكل مباشر، ممكن تسبب عدوى خطيرة، ولو ما تمش التعامل معاها بشكل صحيح للأسف ممكن تؤدي للوفاة. وده لأن القطط سنانها حادة وعندها أنياب طويلة وبتحمل بعض البكتيريا والفيروسات الضارة في فمها، فالعضة بتاعة القطة بتدفع البكتيريا إنها تدخل لجلد الإنسان، فالبيئة الدافئة ومستويات الأكسجين المنخفضة في جسم الإنسان بتسمح للبكتيريا بالتكاثر والانتشار بسرعة. ولو وصلت البكتيريا دي من فم القطة لجرح مفتوح، ده ممكن يسبب التهاب شديد في الجرح والأنسجة المحيطة بيه، وفي بعض الحالات بتتطور العدوى لمشكلات صحية أكثر خطورة واللي بيشكل خطر كبير على الحياة. وفي بعض الأوقات عضة القطة بتسبب أضرار عصبية زي فقدان الحس في منطقة معينة من الجسم، وأوقات ده بيؤدي لبتر العضو ده، وده بيعتمد على موقع العضة وعمقها، وعشان كده عضة القطة خطيرة وبيجب التعامل معاها بشكل جدي. ودي بعض الخطوات اللي لازم نتبعها عشان نتعامل مع عضة القطة بشكل صحيح. أول حاجة في أقرب وقت ممكن بعد العضة على طول إننا نغسل الجرح بالماء الجاري الدافئ والصابون، وده لإزالة أي بكتيريا أو فيروسات من الممكن إنها تكون دخلت في الجرح. وبعدها لازم نستخدم محلول مطهر ونجفف الجرح بلطف بعد غسله. بعدها بنحط قطعة من الشاش النظيف على الجرح عشان نمنع دخول الجراثيم للجرح المكشوف. بعدها فورا لازم نلجأ لاستشارة الطبيب، ولو كانت العضة عميقة أو في أي علامة على العدوى زي الإحمرار أو الانتفاخ أو الحرارة أو الألم لازم نروح للطوارئ فورا. وفي بعض الأحيان بيلزم إن يتاخد تطعيم الكزاز اللي احنا عارفينه بالتيتانوس، لأن من الممكن إن عضة القطة تسبب الإصابة بالكزاز في بعض الحالات لو كانت العضة عميقة أو كانت القطة غير مطعمة. وبعدها لازم نراقب بانتظام الجرح، لو ظهر أي عرض جديد لازم نعرف الطبيب على طول، ولازم ناخد بالنا كويس. لو تم عضك من القطة بتاعتك ما تستهونش بالموضوع، حتى لو القطة بتاعتك دي نظيفة ومحصنة حاول تتصرف زي ما قلنا فورا. طب نعمل إيه عشان نتجنب عضة القطة؟ لازم نتأكد إن القطة مش عدوانية قبل ما نتقرب منها، ونحاول إننا ما نتقربش منها بشكل مفاجئ أو غير متوقع. بالإضافة لده لازم يتم تحصين القطط وإنها يتم تطعيمها بشكل دوري، ونحافظ على نظافتها والاعتناء بيها بشكل منتظم عشان نقلل احتمالية وجود البكتيريا على جلدها. ولازم نحصل على العلاج المناسب للقطة لو كانت بتعاني من أي مشاكل صحية. لازم ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنتعامل مع القطط الغريبة أو البرية واللي مش بنكون متأكدين من تحصينها، ويفضل إننا نتجنب اللمس أو الاحتكاك بيها، وناخد بالنا من العلامات اللي بتدل على إن القطة هتهجم عليك، زي ان هتلاقي ودنها راجعه لورا وبتنزل بجسمها لتحت، وهتلاقي ان صوت المواء بتاعها بيكون بشكل غاضب، او انين خافت يحسسك ان في حاجه غلط. ومن المهم لو القطه بتعاني من اي عدوى اننا نلبس جوانتي واحنا بنتعامل معاها. واخر خطوه وهي من اهم الخطوات اننا لازم نعلم الاطفال ازاي يتعاملوا مع القطط ويتعرفوا على سلوكها وايه هي الاعراض اللي لما تظهر على القطه المفروض ان احنا ما نقربش منها، ونشجع الاطفال على غسل اي جرح او علامات بعد لمس القطه. بشكل عام الأشخاص اللي بيعيشوا مع القطط أو بيتعاملوا معاها بشكل منتظم لازم يحرصوا على إنهم يتعرفوا على أعراض الإصابة بعدوى القطط، وإنهم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة عشان يتجنبوا الإصابة ويحافظوا على صحتهم. وفي الآخر ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. في رعاية الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.